السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نقدم معكم واحد النوع ديال انواع الخليع، هو ديال المخ ديال العظم. مزيان كما تعرفوا الفوائد ديالو كثيره للعظم، فيه الكولاجين، يعني تيدار للشعر، تيدار لاي حاجه. المهم انا جيت لكم هذه الوصفه هذه ان شاء الله بحول الله غتروقكم. هذا المخ ديال العظم غنحتاجوا له، جبت هنا شي 2 كيلو ونص. تنحتاجوا له هكا زلافه ديال زريعه القزبر مطحونه، وزلافه ديال الثومه تكون مقشوره شويه، واحد من 2 معالق الكمون، والزيت البلديه والملح شويه اكيد. هنا ان شاء الله بحول الله غادي نشرعوا في الطريقه ديالنا، والكل تيعرف خلاص حبوب القزبر غنيه عن التعريف، هي اللي تعطيها واحد النكهه وتعطيها واحد وتتزينوا وتترجعوا زويون حتى في اللوكو. هنا من بعد ما درنا المخ ديال العظم ديالنا تتكونوا شريتوه بطبيعه الحال، وصيتوا عليه الكزار. هنا على حسب الكميه اللي نتوما عندكم، اللي دار حتى كيلو يدير على حسب، انا تندير على حسب عيني. بحال دابا الا درتو كيلو تديروا غير كاس من الحاجه. هنا كما لاحظتوا درنا ديك الزلافه ديال زريعه القزبر، ودرنا دوك 2 معالق الكمون وديك الثومه، وتنديروا هكا. درت هكا قيمه هاد نص لتر ديال الزيت البلديه او اكثر شي شويه، درتو كامل. ومن بعد غادي نعمر ديك القرعه كامله بالماء، حتى هي ندير ضروري ندير حتى ديك القرعه ديال الماء باش تيطيب لنا، تنسدو عليه وتيطيب لنا نتوما كما لاحظتوا. من بعد ما درنا ديك الرشيشه ديال الملحه، ما بغيتش نكثر الملحه بزاف باش تيجي زوين، باش الا بغيتو طيبوا هكا فيه بيضات ولا شي حاجه تيجي رائع. صدقوني البنات هاد الوصفه غترحموني عليها. كاع الناس اللي تيعانيو من رجليهم والحريق والالتهابات، عرفتي انا عندي معتمد عندي في الدار، تنفضلوا كاع الخليعه اللحم. هنا من بعد ما طاب لي هكا، حيت داك المخ اوتوماتيكمون تيذوب، ودوك الطريفات اللي تيبقاو صاينين هكا اما اللي عنده ديك الماكينه اليدويه ديال المطيشه يديرها فيها. انا تنفضل تنديري هاد البراميكسور، صافي تنطحنه هكا. وكما تلاحظوا ها هو دابا تيغلي مزيان حتى تينشف، حتى تيوليو دوك الفقاعات كلهم غير يداموا الزيت، ما تيبقاوش ديك الفقاعات د الماء. وداك الشيء وداك بحال داك لاكريس تيتكون بديك التويمه وبديك زريعه القزبر وبديك البقايا ديال داك المخ اللي تيهبط لنا في داك القاع ديال الكوكوط. وهنا ان شاء الله هنايا اقتنيت هاد البواطات هادو. نتوما اللي بغيتوا اي بواطات بغيتوا ديروهم شكل كبارين ولا صغار، اولا ديروهم في قارورات زجاجيه تكون معقمه. المهم اللي بغيتوا، انا فضلت ندير هادو تتجبدي طويصه بطويصه وزعما مزيانين، ما زعما العمل ديالهم زعما سهل، ما بقاش تديري واحد كبير وتتبقاي عاد تطلعي داك القعر ديالو من التحت. هنايا دابا الاستعمالات ديالها خفيفه وزوينين. اقتنيت هادو ودرت من بعد ما بردنا الخليط مزيان، درت ليدام هو الاولاني، وداك الشيء اللي بقى ديال لاكريس عاد درتو في الاخر. وحصلت على هاد البواطات هكا، خليتهم ليله كامله. من بعد ما جمدوا لنا ليله كامله، ملي جمدوا لنا هانتوما غتشوفوا النتيجه النهائيه. وبالصحه والراحه، ونتمنوا انكم تدعموني وتشاركوا معايا زعما هاد الوصفه هذه وتجربوها، علاش لا غادي تعجبكم بزاف وغادي تنفعكم بزاف حتى لهذا رمضان هذا. من بعد اللي تيبغي هكا مخمرات بالليل يديرها مع البيضات ولا يديرها. المهم وصفه رائعه غادي تنسيكم كاع في الخليع. المهم انا اي حاجه درتها لكم غادي هذه دابا منها ماكله منها دواء. وهانتوما لا لاحظتوا خصو يجيكم هكا محبب، اما اللي جاكم هي جامد عفوا النتيجه راه ما ناجحاش، حيت دابا هذا راه ما فيه لا شحمه حتى شي حاجه، فيه فقط المخ وفيه الزيت البلديه. وهانتوما لا لاحظتوا ملي غادي تدخلوا للثلاجه غادي يزيد يشد راسو. الانسان ملي يجي ياكل غادي يمازج بين الليدام وبين داك التحتاني ديال الليدام. وشكرا بزاف على المشاهده.